تخيل معايا تاخد عفو ملكي سامي وترجع تسب وتطعن في المؤسسات والملك اللي عطاك الفرصة الثانية. واش هاد الشي سميتو الحرية ولا نكران الجميل؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الريسوني اللي خرج من الحبس بعفو ملكي سامي عوض ما يرد الخير بكلمة زوينة، خرج بتدوينة كيهاجم فيها الملك والمؤسسات السيادية للدولة. واش هذه حرية التعبير ولا قلة تربية ونكران جميل؟ العفو الملكي ماشي حاجة بسيطة، راه تعبير عن التسامح والرحمة وفرصة ثانية كيعطيها جلالة الملك لشخص أخطأ في حق الغير. لكن الريسوني بان لي ما استحقهاش، عوض يرجع للمهنة ديالو اللي هي الصحافة بحس مسؤول، خرج كيسب وكيتهم وكينشر خطاب العداوة والتهديد. في التدوينة ديالو موجهة لعبد اللطيف الحموشي رئيس جهاز سيادي كيعرفوه المغاربة بالكفاءة والانضباط واللي عنده ثقة جلالة الملك. لكن الأسلوب والعبارات هذه كانت ساقطة اللي وجهها في ديك التدوينة اللي هي بحال المراحل الإعلامية ومرر تهديدات اللي فارغة من نوع ديال قبل فوات الأوان. هادشي كامل كيبين أن الهدف ماشي حرية بل استفزاز وتصفية حسابات راخصة. وبكل وقاحة كيتهم جهاز الدولة بفبركة التهم ليه، رغم أن الضحية الحقيقي هو شاب سميتو آدم اللي تقدم بشكاية وتم فتح الملف تحت إشراف النيابة العامة، والقضاء المغربي قال كلمته وموقفش هنا. زاد كيطعن يعني في الحكم القضائي وكيستهزئ بالمؤسسات وكيتطاول حتى على الملك شخصيا. وهذا الشيء يعني حسب القانون الجنائي المغربي إساءة مجرمة. اللي كيستافد من العفو راه خصو يحترم رمزية الدولة، ماشي يستعمل المنصات باش يهاجم اللي عطاوه فرصة جديدة. شنو